يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إن المساجد للعبادة ترفع فيها يوحد للإله الركع أذن الإله برفعها لعباده كيما يفيء بظلها من يخشع من جاءها يجد السكينة والرضا وعن المساوئ والمعاصي يقلع أكرم بمن شادوا المساجد للأولى وتطوعوا لبنائها وتبرعوا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الدوار في قرية زاوية الناعورة في مركز الشهداء في محافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، المسجد على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنطلق الأول في بناء الدولة الإسلامية القوية. في المسجد علم رسول الله الصحابة أمور دينهم، وفي المسجد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود، وفي المسجد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات، وفي المسجد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج، ومن المسجد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا تغزو في سبيل الله. فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعيد للمسجد دوره الحقيقي في الإسلام، والمسجد يحتاج منا إلى عمارة بالمصلين. ولنتذكر قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله. المسجد يحتاج منا إلى أن نحافظ على نظافته، فهذه هدية من الله عز وجل جاءت إلى أهل هذا الحي من خلال الأيادي البيضاء بالجهود الذاتية من أبناء القرية. ولنتذكر جميعا هذه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد رسول الله. أسأل الله الكريم أن يجعل هذا المسجد فاتحة خير على أهل هذه البلدة الطيبة. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك
ربك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع
في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن لهم جنات عدن
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك نعم نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء
قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، ونحن هنا في رحاب مسجد الدوار في قرية زاوية الناعورة مركز الشهداء في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، جئنا نشهد فرحة أهل هذا الحي بإعادة بناء هذا البيت العامر من بيوت الله، وأبشر كل من ساهم في هذا البيت بمال أو بجهد أو بوقت أو بدعوة أو بنصح ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وتذكروا هذا النداء الإلهي في يوم القيامة حيث ينادي ربنا تبارك وتعالى: أين جيران؟ فتقول الملائكة: يا ربنا ومن له أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خير الأنام ومسك الختام وشفيعنا يوم الزحام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. تلا علينا القارئ الكريم من كلام ربنا الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. والله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية يقول: الله نور السماوات والأرض. وكأن أحد السائلين يسأل: أين أجد نور الله في السماوات وفي الأرض؟ في أي مكان أجد هذا النور؟ تأتي الإجابة في الآية التالية: في بيوت أذن الله أن ترفع. العلماء يقولون: في بيوت، لماذا جاءت كلمة بيوت نكرة ليس فيها ألف ولام؟ لو فيها ألف ولام أصبح بيت معروف. قال: لأن كل بيت يذكر فيه اسم الله له مكانة عظيمة ورفعة من الله. فإذا ذكرت الله في المسجد فهذا بيت من بيوت الله. وإذا حولت بيتك، وحولنا بيوتنا جميعا إلى مساجد، فاذكر فيها أنت وأولادك اذكر الله. يقول الله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ربنا عايز يطلعنا من النار، فقولوا جميعا لا إله إلا الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فمن الذي يذكر الله ويعمر المساجد؟ تأتي الإجابة أيضا في الآية التي قرأها علينا المذيع حين قال:
إنما يعمر مساجد الله من؟ المفسد، المغتاب، السارق، الغشاش، الكذاب؟ أبدا. الذي يعمر المساجد هو المؤمن الذي دخل الإيمان قلبه، شعر بحلاوة الإيمان فدخل بيت الله ليعمر فيه. صحابي تميم الداري، وكان في الشام، كان يأخذ المصابيح ويذهب بها إلى مدينة رسول الله ويضعها في المسجد، نور مصابيح. فدخل الحبيب محمد المسجد ونظر إلى الأنوار وقال: من الذي أتى بهذه المصابيح؟ فقالوا له: تميم الداري. اسمع ماذا قال الحبيب محمد ودعا له. قال: اللهم نور قلبه، اللهم نور قلبه. ومن هنا نقول: اللهم نور قلب كل من ساهم في إعمار هذا المكان، عملا بقول رسول الله لسيدنا تميم الداري: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه شروط الإعمار. عايز تكون من المعمرين؟ احفظ هذه الشروط. ثم تأتي النتيجة في آخر الآية: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نحن جميعا نمشي بنور الله في الأرض. لو أصابك نور الله والله لتمشي لك الدنيا كما تريد. أحد الصحابة يسأل: بما وصى رسول الله؟ فقالوا له: وصى رسول الله بتلاوة القرآن. إذن يا سادة، علينا أن نتمسك بهذا القرآن العظيم. القرآن فيه الهداية وفيه الصلاح وفيه العفاف. وما علمنا أحدا تمسك بالقرآن ولا حفظ القرآن ولا فهم القرآن إلا أخذ الله بيده إلى أعلى الدرجات. فالقرآن يأخذ بأيدينا إلى الله ويأخذ بأولادنا إلى الله. فهل تعاملنا مع القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وتطبيقا؟ يا سادة، القرآن لا يكفي فيه التلاوة والقراءة فقط، إننا نحتاج أن نتعلم أخلاق القرآن. لا يكفي أن نقرأ القرآن فقط، القرآن يحتاج إلى تطبيق عملي. لماذا؟ اسمع، القرآن يعلمك ألا تغتاب الناس أبدا ولا يغتب بعضكم بعضا. القرآن يعلمنا الصدق، لا تغش ولا تكذب، لا تغش في البضاعة ولا التجارة، لأن القرآن يعلمك الصدق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. القرآن يعلمنا صلة الأرحام. يا من تقطع أرحامك وأنت ماسك المصحف، تذكر أن القرآن يعلمك صلة الأرحام. يا من تأخذ حقوق اليتامى ولا تعطي الناس حقهم وأنت ماسك المصحف، تذكر أن الله عز وجل في القرآن علمك أن تعطي الناس حقهم ولا تأكل أموال الناس ظلما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. القرآن يعلمنا
أن نقف مع اليتيم والمسكين والأرملة. قال الله في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. القرآن يعلمنا الإخلاص. إذا فعلت عملا لا تنظر إلى الناس، انظر إلى خالق الأرض والسماوات. لماذا؟ الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يا رب عبدتك لأجلك أنت فقط، يا رب تصدقت لأجلك أنت فقط، يا رب عمرت هذا المكان البيت الطاهر من أجلك أنت فقط. اجعل حياتك لله تأتيك الدنيا راغمة. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ولا يجعل بيننا ولا حولنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف. ونحن هنا في رحاب مسجد الدوار في قرية زاوية الناعورة، مركز الشهداء في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، قال حكيم يوما لابنه: يا بني، ذقت الطيبات كلها فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان رب العرش جل ثناؤه. سبحان رب العرش جل ثناؤه. غمر الوجود بفضله ونداه. سبحان من سبقت مشيئته الورى
سواه فهو المليك فهو المليك ولا مليك سواه جعل العطاء إلى العباد مواسما وبحكمة أزلية أجراه وبحكمة أزلية أجراه ببيت الله ينطلق الأمان ببيت الله ينطلق الأمان لنا فيه الوجاهة والحنان ببيت الله ببيت الله ينبع كل فضل وتأخذنا السكينة والزمان لذكر لذكر الله أسس للمصلي هنا التوحيد ينطق والأمان هنا التوحيد ينطق والأذان فعمار المساجد في تلاقي فعمار المساجد في تلاقي مع الرحمن مع الرحمن في الأخرى جنان هنيئا من بنى لله بيتا يوفق للهداية لا يهان سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك إذا بكيت بجوف الليل مبتهلا ففي الصباح بإذن الله تبتسم
وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهز. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحود أبو خطوة، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.